افضل طريقه لعمل الكفته المشويه. الكفته المشويه يا جماعه بتعد من افضل الاكلات داخل المطاعم، وكل الناس عارفه الكفته المشويه، ولكن هنعرف الناس افضل طريقه لعمل الكفته المشويه عشان ما نطولش في المقدمه ونطول في الفيديو. هنخش في الفيديو على طول. ولكن انا بفضل الكفته المشويه. لو انت هتعمل كفته مشويه في بيتك، افضل 3 طرق للكفته المشويه. اول خطوه يا جماعه تكون الكفته بتاعتك لحمه بقري على لحمه ضاني. لحمه بقري على لحمه ضاني، ده رقم واحد. اهم حاجه في الكفته عشان تاكل كفته او تاكل صباع كفته طعمه جميل، لازم تعمل كفته بقري. لحمه بقري على لحمه ضاني، وده بيكون متوفر عند الجزارين. هنعرف دلوقتي مع بعض كده بالخطوات واحده واحده بالراحه في الفيديو. هنقول لك تعمل ايه لو انت حتى ما عندكش مفرمه في البيت عندك، وازاي تعمل كفته بكل سهوله، ما يبقاش الموضوع صعب عليك. هنعرف ده كله مع بعض في الفيديو دلوقتي. رقم واحد زي ما قلنا الكفته، لازم كفته اللي هي الممتازه، الكفته الجميله، لكن لازم تكون لحمه بقري على لحمه ضاني. مفيش لحمه بقري ممكن نعمل لحمه جملي، نستخدم اللحمه الجملي. انا بفضل البقري رقم واحد. رقم اتنين لو مفيش البقري نعمل الجملي. رقم ثلاثة مفيش الجملي او هي اخر حاجه الجاموسي. بس انا بلاكن وبفضل اللحمه البقري، بتكون طعمها افضل في الاكل هي والجملي. ده رقم اتنين الجملي. رقم ثلاثة اللحمه الجاموسي. ليه بقى اللي بنفضل البقري وليه بنفضل الجملي وليه بنفضل الجاموسي اخر حاجه؟ هنعرف مع بعض دلوقتي بالخطوات واحده واحده وبالراحه، ونتعرف على شكل اللحمه البقري والجاموسي، ونتعرف على شكل اللحوم وايه هو البوش الضاني. وهسيب لك برده الفيديو بتاع البوش الضاني والفرق ما بين اللحمه البقري واللحمه الجاموسي. هسيب لك كل الفيديوهات دي في الوصف. لو انت ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت دي هسيبها لك في الوصف، اللحمه البقري والفرق بين اللحمه البقري واللحمه الجاموسي. وهسيب لك كل الفيديوهات ديت في الوصف ان شاء الله، وايه هو البوش الضاني. معايا كل حاجه هنا دلوقتي، بس عشان ما نطولش في الفيديو هنخش في الفيديو على طول. بصوا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، ده اللحمه البقري زي ما حضراتكم شايفين كده. ده انا بفضل اللحمه البقري، بتكون افضل من الجاموسي في الكفته. في فرق بين اللحمه البقري وفي فرق بين اللحمه الجاموسي. اللحمه الجاموسي لو حضراتكم يعني واخدين بالكم، تحس ان هي خشنه وبيضه، تبقى اللون بتاعها فاتح شويه، تمام. وده بيختلف طبعا من عجل لعجل. طبعا اللحمه البقري برده فيها اللحوم بتكون بيضه او سيبيله بمعنى اصح، ولكن هي ده اللحمه الجاموسي بتكون نفس الشكل زي ما حضرتك شايف كده بالفيديو. ده اللحمه الجاموسي اهيت، ده قطع جاموسي بتكون برده بيضه ويكون فيها سمين. ديت اللحمه البقر اهيت بتبقى تكون حمراء ولونها احمر غامق شويه، ولكن الجاموسي بتكون فاتحه شويه، تمام كده. اللحمه البقري واللحمه الجاموسي، انا بفضل اللحمه البقري، تمام. يبقى احنا نعمل ايه؟ رقم اتنين نحط عليها ايه؟ البوش، وهنسيب لكم النسب والمقادير في الوصف، ولكن هنقول لكم برده بعض المقادير. معانا يا جماعه اهوت، ده البوش، ده البوش الضاني، عشان لو في حد ما يعرفش البوش الضاني. يبقى انت هتعمل ايه؟ الكفته ازاي؟ الكفته دي بقى بكل سهوله زي ما انت كاتبينها في العنوان. انت بتقول ان في العنوان افضل طريقه لعمل الكفته بكل سهوله. دلوقتي البوش واللحمه طبعا متوفرين عند الجزارين. ما عندكش مفرمه، المفرمه متوفره عند الجزار. ما عندكش الحاجه اللي احنا هنحطها على الكفته برده متوفره على الجزار، حتى لو انت هتحاسبه على الحاجه ديت. ولكن كل حاجه متاحه عند الجزار، لان هو عنده كده، عنده مفرمه لان بيعمل حواوشي، يعني كده عنده بهارات لان بيحط البهارات على الحواوشي، كده عنده بصل لانه بيحط البصل على الحواوشي، تمام. يبقى انت عشان تعمل كفته بكل سهوله، هتروح عند الجزار، تمام. هيفرم لك اللحمه ويحط لك عليها البصل اللي انت هتحطه على الكفته، عنده جوز الطيب، عنده بهارات، عنده البوش الضاني. يعني عشان مثلا انت دلوقتي لو هتفرم كيلو لحمه، او انت مثلا عاوز تعمل كيلو ونص كفته، على حسب الافراد اللي عندك او على حسب الكميه اللي عندك. لو انت مثلا هتعمل كيلو كفته، بتروح مثلا بتقطع يعني مثلا وليكن من 650 جرام لحد 700 جرام، يعني كيلو الا ربع، وتحط عليه ربع كيلو بوش او 350 جرام من البوش الضاني. طبعا لو كده اكيد يعني بتشوف جزار يكون بيذبح ضاني، هتاخد من عند البوش الضاني هتحطه على البقري وهتفرم كله عند الجزار، تمام. هتجيب بصله صغيره بنفس الشكل ده متقطعه سلايز بنفس الشكل ده، بصله متقطعه ناعم بنفس الشكل ده، او ممكن تحطها مع، يعني عاوز تقطعها على المفروم وتولفه وتدعكها في قلب الكفته ماشي، عاوز تفرمها مع اللحمه برده ماشي، تمام. ادي بصله بنفس الشكل ده متقطعه بنفس الشكل ده. يا اما تحطها على الكفته وتدعكها في الكفته وتولفها في الكفته، يا اما تفرمها مع اللحمه اللي هي هتتفرم معاك، تمام. معانا معلقه او معلقه ونص من الكبيره، ده بالنسبه للكيلو، معلقه كبيره ملح او معلقه ونص ملح، تمام. ومعانا نص معلقه فلفل اسمر ونص معلقه جوز الطيب. كل ده يا جماعه البصل والملح والبهارات بيتحط على اللحمه بتاعتنا وكله بيتفرم مع بعض. بعد ما بنفرم اللحمه دي يا جماعه مع البصل مع البهارات، بنفرم البوش ده، يعني البوش ده بيتفرم
تمام، مع اللحمه بتاعتنا في قلب المفرمه، مع البصل، مع البهارات بتاعتنا، مع الملح. بنحط كل ده على بعضه وننزله في المفرمه مع بعض. بعد ما بنفرم الكفته بتبقى معانا بنفس الشكل ده. طبعا احنا مجهزين عشان ما نطولش برده في الفيديو. بعض الناس بتشتكي بتقول ان الكفته بتقع مننا من السيخ وبتقع على الفحم، ولكن هوضح للناس الحته ديت ليه الكفته بتقع منك على الفحم وبتقع منك من السيخ. ولكن ممكن يكون الملح قليل جدا، لان الملح طول ما هو قليل في الكفته هتقع منك. طول ما البقري عالي او الكفته حمراء الكفته هتقع منك على السيخ. طول ما الضاني اكتر من البقري هتلاقي الكفته بتقع منك على السياخ. يبقى احنا ازاي ان احنا نتجنب المشاكل ديت او مشاكل ان الكفته بتقع مننا على السياخ؟ يبقى احنا النسبه والتناسب هنحط مثلا من 650 جرام لحد 700 جرام ده لحمه بقري، ونحط عليهم 300 جرام او 400 جرام من البوش الضاني، ونولف كله مع بعض، ونزود الملح سنه. يعني لو مثلا الكيلو بياخد معلقه ملح نحط احنا مثلا معلقه وربع، معلقه ونص، مما يعادل مثلا لو بياخد جرام نحط جرام ونص من الملح، عشان خاطر الحاجات اللي احنا هنضيفها بالنسبه للبصل. لان الكفته الضاني بيبقى فيها داخلها ضاني، الضاني بيحب الملح الزياده، يعني الضاني بيحب الملح الزياده عشان خاطر الكفته ما تقعش منك. دلوقتي انت ما بتعرفش تشك الكفته، ما بتعرفش تحطها في الساخ، ما عندكش شبكه، عندك ساخ بس ما بتعرفش تشك. معايا دلوقتي بالخطوات واحده واحده برده بالراحه هنخش في طريقه شك الكفته على الساخ، وايه افضل طريقه للشك عشان خاطر الكفته ما تقعش منك من السيخ. زي ما حضراتكم شايفين ادي الكفته بتاعتها بعد ما اتفرمت. تمام، بناخد حته الكفته بالشكل ده كده. ازاي بقى انت تقفلها على السيخ كويس وان هي ما تقعش منك؟ معاك طاجن ميه بنفس الشكل ده، طاجن ميه بنفس الشكل ده كده. بتبيل ايدك حاجه بسيطه في الكفته كده، بتبيل ايدك حاجه بسيطه في الميه، وتمسك حته الكفته بنفس الشكل ده، تدعكها كده في الترابيزه قدام منك شويه، وتفتحها بايدك كده وتحط فيها السيخ بنفس الشكل ده. تبدا تتكه وتقفل، تتكه وتقفل، تتكه وتقفل، تتكه وتقفل على الايه، على الكفته، وتيجي من فوق من هنا من عند بدايه السيخ وتتكه على الايه، على الكفته، تمسكها في السيخ كويس، وتبدا ان انت ترجع تاني تفرد الكفته لو في حاجه مش مفروده تفردها. تمام اهو. اهم حاجه بين ايدك سنه ميه خفيفه عشان الكفته اللحمه ما تمسكش في ايدك وتقع منك وانت شغال. بتتك على السيخ من قدام، بتقفل السيخ من قدام كده اهو، وتبدا تتك زي ما انا بتكه كده. ادي كده عملنا اول عقله او اول صابع. تاني حاجه اهي اهي. تيجي بقى عند الاخر اللي الكفته بتقع من ورا، تقوم ماسح السيخ كده زي ما حضرتك شايف اهي، وتقوم قافل، يعني متك على اللحمه قافلها كده. تمام اهو. طبعا بقى على حسب ما انت عاوز الصبع بيكون شكله عامل ازاي. ده اول سيخ. تاني سيخ كمان، في الناس اللي ما خدتش بالها تاخد بالها. ولو في حاجه احنا نسيناها ممكن تكتبوا لي في الكومنتات على اي حاجه، او على اي حاجه انتم عاوزينها اهو. تمام، بايدك سنه ميه خفيفه تقفل من فوق وتنزل كده اهو، تولي ايدك ميه تفرد اهو. تيجي تحت تقوم ماسح السيخ كده اهو، دي الزياده اللي انا بشيلها دي اهي، تقوم قافل كده لافف السيخ وقافل اهو، تقفل من تحت كده بحيث الكفته ما تقعش منك وتفضل ماسكه. كمان سيخ اهو. بص تفتح كده، تتك على بايدك كده تفتحها اهو. تمام كده، بايدك سنه ميه خفيفه اهو. نقفل نقفل. نيجي على اخر عقله يا جماعه اهي، ونتكه كده، نتك على اللحمه نخليها تمسك في السيخ من فوق ومن تحت زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. كده الكفته عمرها ما هتقع ان شاء الله اهو، زي ما حضراتكم شايفين الكفته بتبقى بنفس الشكل ده كده اهو. تمام، يبقى احنا كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت عجبك الفيديو او استفدت اي حاجه من الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس ويا ريت اللايك، عشان خاطر اللايك بيرفع الفيديو لاكتر ناس، لاكتر عدد من الناس تشوفه. اللايك ده يا جماعه بيروق على القناه. ولو انت عاوز اي حاجه معينه اكتب لي في الكومنتات او اكتب لي في حساب الواتس انا هسيبه لك في الوصف، اقدر ان شاء الله ان انا اصور لك الفيديوهات ديت بنفسي.